هاي، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم عن اخر حاجه في الهويه بتاعتنا. احنا اتكلمنا عن مين الكلاينت بتاعنا، ازاي اختار الكولكشن بتاعي وفقا للهويه بتاعتي او اللي انا رسمتها. بنتكلم عن ال الكولكشن بتاعي هيبقى داخل قد ايه، مثلا اعداده وكده. اتكلمنا عن تفاصيل كتير في الفيديوز اللي فاتت. طيب، اخر حاجه هنتكلم عنها عن الايدنتي، الغلاف الاخير اللي هيغلف القصة بتاعتنا. تمام. الباكينج. لما هعمل ماركتينج، هعمل لو انا هودي الانفلونسر هيبقى عبارة عن مين او شكله عامل ازاي. هل انا هصور ولا هجيب حد في الاول؟ يعني في الاول انا اللي هصور ولا هجيب حد هو اللي يتصور بالمودلز، الحاجات اللي احنا الكولكشن بتاعي انه الاحسن. واعرف ان انا لو في اوقات ناس بتنجح معاها انها تتصور وفي ناس لا، الافضل انها تجيب حد هو اللي يتصور. فاحنا هنبدأ الاول بالباكينج. keep it simple. طبعا انت لو بتعمل فانسي يعني كولكشن، اكيد مش هتكيب it simple اصلا يعني هيبقى برضو فانسي. بس لو انت بتعمل حاجة casual، وده اللي انا برجحه في الاول، او هتعمل حاجة يعني formal او semi formal، برضو keep it simple as you can يعني. يعني الغلاف هيبقى بسيط بيعبر عنك، هتكتب فيه افكار كتير، ممكن تكتب كوت، ممكن لا، تحكي قصة على الغلاف، تروح تجيب باكينج سهل وخلاص، زي ما الناس بتعمل يعني. اختار بس الحاجة اللي شبهك، يعني مش لازم عشان ده الباكينج اللي عجبك فهو ده اللي خلاص. الكاستمر سيرفيس او الخدمات بتاعت ما بعد البيع دي بتبقى مهمة جدا. keep in touch مع الكلاينت. دايما اسمع منه، لو قالك كومنت خده بعين الاعتبار، مش اللي هو ده بيتلكك. طبعا في تلاكيك بتبقى معروفة، بس مش كل حاجة تلاكيك. اي تفصيلة صغيرة راجع نفسك، هل ده صح ولا غلط؟ طب وانا هطور نفسي ازاي؟ فالباكينج ده مهم جدا جدا جدا، بس ما يبقاش لود بالنسبة لك. طب الحاجة التانية، انا هتصور ولا اجيب حد يتصور؟ والله على حسب. يعني انت مثلا لو انت او لو انت يعني امرأة تلاتينية، مش هينفع تجيبي وانتي بتخاطبي ناس مثلا 18 19 سنة، مش هينفع تصوري بالحاجة. لكن انتي لو مرأة تلاتينية وبتنزلة كولكشن للعمر ده، لا ممكن تصوري، بس على حسب. لو الشكل العام يعني ليكي مناسب انك تصوري بحاجتك، ده مش عيب. يعني ممكن ما يبقاش الستايل بتاع الجسم وشكل الوش مناسب للتصوير، وفي حاجات تانية بتبقى مناسبة على حسب انتي حاملة فعلا للايدنتي بتاعتك ولا لا. يعني انتي فعلا الشخصية اللي انتي بتتكلمي عنها للبراند ولا لا. بس انا برجح عادة يعني ان تجيبوا حد يتصور الفترة الأولى لحد ما تشوفوا انتوا هيناسبكوا ان انتوا تصوروا بنفسكوا ولا لأ. جربوا في one piece or two من الحاجات اللي اتصورت اوريدي، تنزلوها ستوري وتشوفوا تفاعل الناس عامل ازاي. والله لقيتوا ان انتوا بتتصوروا بطريقة كويسة، بتعمل يعني فلو كويس للحاجة اللي انت بتبيعها، واي نوت، جرب وصور بنفسك. بس في الاول انا رايي انك تجيب حد هو اللي يصور، وتجيب حد شبه الايدنتي بتاعتك. الموديل اللي هيتصور انا اتكلمت قبل كده فيه، لازم يبقى شبه القصة اللي انت بتحكيها. وبعدين في كذا حد بيشتري، انا اتكلم دلوقتي من جانب الكلاينت. في حد بيشتري يعني كمستهلك عادي. انا التيشيرت ده مثلا عجبني فقررت اشتريه عشان هو عجبني، ما بهتمش بقى هو متصور ازاي ولا قصة البراند ايه ولا الكلام ده اصلا. انا حد عملي جدا وعجبني التيشيرت فعايزه اشتريه وخلصنا. لكن معظم الكونسيومرز او المستهلكين يعني او الزباين عموما، ده مش بس في اللبس، بيحبوا القصة. حتى دوروا كده هتلاقوا الناس بتحب تشتري البراندز
حتى لو الحاجة بتاعتها مش كواليتي كويسة. يعني مش بعيب في ماركة معينة، بس زارا مثلا، في لما بدخل مثلا زارا مش بتلاقي الكواليتي احسن حاجة، بس انت بتشتري حاجة من زارا مع انها دي by the way هي ماركة يعني مفروض انها برا مصر كوميرشال، ماركة يعني مش بتاعت الكلاس A وكلاس A بلس، هي ماركة عادية جدا واي حد المفروض انها بيشتريها. بس هنا عندنا في مصر شوية بتقول انك زارا او H&M او كده، ف الناس بتحب القصة، بتحب انها تشتري براند، فخلي للبيج بتاعتك قصة وبيع الحاجة بتاعتك عادي. يعني خاطب كل الناس العملية والناس اللي بتحب انها تشتري الحالة بتاعت الحاجة اللي متصورة. فصور كويس، اعرف ان في عندك كذا نوع من الزبون حتى من نفس الفئة اللي انت مختارها. حد بيحب الشكل اللي متصور بيه الموديل، وفي حد تاني والله يعني اوكي انا ده عاجبني وعملي جدا وعايز حاجة يستخدمها فعلا، ودول على فكرة الناس قليلة جدا باي ذا واي يعني. آه ف في الفئة بتاعتك حاول ان انت تصور تعمل قصة في البيج بتاعتك. دي مش كتير بيعرفوا يعملوها، واقرا كتير انك ازاي هتعمل كأنك بتعمل بورتفوليو للكلاينت. البيج بتاعتك كأنها بورتفوليو، هو داخل يبص متصور ازاي، الكلام، طريقة، هي دي اللي هتخدم الهوية بتاعتك. انت الهوية مش بس في البيس اللي انت بتنتجها، ولكن في في القصة اللي موجودة على البيج بتاعتك. وانا في الحقيقة يعني عاملة فولو لبراندز كتير، في فعلا ناس عاملة ده بشطارة، يعني شاطرين جدا وموصلين. حتى لو انت شايف ان عدد الفولورز بتاعهم مش بينط، بس هم عاملين القصة بتاعت البراند او البيج، الحالة الستوري اللي هم مصدرينها للناس كويسة جدا، مع انهم بيبيعوا حاجات very basic. ف يعني في اخر القصة دي كلها، الحاجة اللي احنا بدأت بيها الأول حاجة، اعرف نفسك، اعرف انت عايز تقدم ايه، ما تضحكش على نفسك. انت عايز البراند ده ليه؟ فلوس؟ يبقى خلاص انت بتحط الاستراتيجي على كده. عايز البراند ده علشان تلبس مشاهير وتبقى مشهور، اشتغل على كده. ما تبدأش بانفلونسرز، ده ممكن يجي مرحلة متأخرة، لكن مش أول ما تبدأ ابدأ بانفلونسر، لأنه دول يعني أغلبهم بيبقى أسعارهم غالية وهيحطوا كوست على البيس بتاعتك. ما تتصورش بحاجات بور، لأن الناس مش هتشوف الحاجة بور، هي هتشوف الحاجة اللي موجودة متصورة هي اللي بور، مش الحاجة نفسها. ممكن تكون البيس اللي انت حاططها انت عاملها بكواليتي كويسة بس مصورها وحش، فبالتالي ما لمعتش الحاجة اللي عندك او الجوهرة اللي عندك. دي كانت اخر تاب صغيرة، ونتكلم ان شاء الله مع بعض في فيديوز جديدة. باي باي.